السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم مرة أخرى لتتمة قصة بنت الكريان لعودة التربية لوستها الموظفة الجزء الثالث. خليكم ما تمشيو فين نشوفوا أحداث القصة. ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، بارطاجيو مع الأهل والأحباب. تحياتي. مشيت كنبكي وكنشهق وكنبكي على عجوزتي. شفتني وهي تخلع، قالت لي مالكي ياك لاباس، شنو وقع؟ ياك مولي دارلك شي حاجه؟ شفت فيها وانا نقول لها راني ما كنعرفش نطيب. بدات تضحك وقالت لي يلاه يا بنتي اش بغيتي عندي؟ طيرتيها مني بخلعه. يلاه يا بنتي واش انا باقي عندي الجهد ديال الخلاعي وما كتعرفيش طيبي كاع؟ فين هو المشكل؟ ومرحبا بكم في اي وقت، اجي وكلوا وشربوا، شكون اللي غيهضر معاكم؟ قلت لها لا، انا راه كيجيب لي ديك الشيء وما كنعرفش كيفاش ندير ليه، ما كنعرفش كيفاش نطيبو، انا عمري ما طيبت هذيك الشيء. وتصوروا ان وحده تجي لعجوزتها تقول ليها انا ما كنعرفش نطيب؟ راه ما كايناش. يعني دائما كنخبيو على حمواتنا باننا راه كنعرفوا نديروا هادي وهادي زعما باش ما نتحشموش. وكبرت في عينيها حيت جيت وصارحتها وقلت لها انا ما كنعرفش نطيب. شي وحده راه تخبي ما ترضاش، بهذا الشيء اللي صارحتها به يعني وليت عزيزه عليهم، ما كنتصنعش، تلقائيه، ما كنخبي عليهم حتى شي حاجه. يعني كنت واحد الانسانه بسيطه اللي في قلبي على لساني. حاجه كنبغي نديرها كنتشاور معها وكناخذ برايها. عرفتني راسي صغير وباغا نتعلم وباغا نوصل. ما علينا. واحد النهار جراتني عجوزتي ولوستي، كانت باقي ما تزوجاتش، وكذلك كانت معهم واحد السيده كتعاونهم في الدار، يعني ورباتهم منين هما صغار كيقولوا لها دادا. دخلوني للكوزينه، بردوني الشهر ديال الطياب، من لي زونطري البلا برينسيبال الديسير، كل انواع الماكله، كل انواع اللي تخطر لك على بالك، بالتاويل، بالبروتوكول ديال الحطان ديال الماكله، بكل شيء. ولكن باش زدت عجبتهم انايا ان كان راسي خفيف وبغيت نتعلم. تاش كنوقف وكنسولهم عليها. رجعت واحده اخرى، راه جيت تصدم من التغيير، ولكني راه فرح لاني طورت من راسي وباش ندمج مع هذه الحياة البرجوازية. من أنني زدت قربت من عجوزتي وقالت لي أنا ماماك الثانية، أي حاجة تحتاجيها، أي حاجة ما فهمتيش ليها صوني عليا. بغيت تعيط ليا غير ماما. النصيحة هذه كل بنت، راه الراجل ملي كيشوفك كتعاملي مو بالظرافة وكتهلاي فيها إذا غتزيد تكبري في عينيه. أما إلا بقيتي تحفري وتجبدي المشاكل، ديري الصداع وتبعديه على والديه، ديريه تحت جناحك ويسمح فمو، اكيد راه هادشي ما غيخرجكش شي حاجه زوينه، وفي الاخير نيه والديه غتغلبك، تلقي خسرتي كل شيء. هادشي 3 سنين زدت لي بنيه، فرحوا بها، كبروا بينا. ماما تجيب حتى شي حاجه، ما تهز ما تحط، كل شيء على ظهر عجوزتي. قالت لهم نعيمه بنتي الثانيه، بنتي المرضيه. صار حياتنا كانت قمه السعاده، ما يتمنى كل حبيب لحبيبه. ولات بنتي 6 شهور، جات عجوزتي عندي وقالت لي راه لوسي بغى يتزوج. لوسي صغر من راجلي لان راجلي هو الكبير، بغى يتزوج شي بنت كيعرفها وغيمشيو يخطبوا. وراتني تصويرتها، البنت شابه عندها حقها بالزين، صغيره موظفه، واخا هو ما واقفش على الخدمه ديالها لان مسك عليها الله، ويعني ما غيخليها تحتاج حتى شي حاجه. هي هزه راسها وهزه والديها، هي اللي كتعاونهم. انا فاش شفت الصوره ما يعني مقبوله ما بيهاش، ولكني انا فاش هضرت مع عجوزتي قلت لها تبارك الله زوينه غزاله. هو زين راه ماشي زين الوجه، زين الفعايل والاخلاق ديال الانسان. كيقولوا الناس زمان زين في الطفله وهي مره. جات عجوزتي وكبرت بيا،
في المسائل ديال الخطبة أنا عطيتها زعما النصائح ديالي، قلتش لوسي راه الجمال شوية وهذا، لأن داكشي حتى في التبيين النفسي والجمال ماشي معيار، ماشي حنا غنوقفوا عند الجمال، خصنا نشوفوا الأخلاق، خصنا نشوفوا التربية والتعامل ديال هاد الإنسان. اتفقنا على نهار اللي غنمشيو نخطبوا، مهم خلينا ما شرينا، كبرنا بالبنت، شرينا كل شيء اللي نحتاجوه. جا النهار ديال الخطبه اللي غنمشيو، مشينا كاملين محملين مجمرين، ما خلينا ما دينا باش نكبروا به وبيها. الصراحه كانت الصدمه، واحد الصدمه عمري ما تصدمتها ولا تخيلتها. وصلنا لنهاية الفيديو وماشي نهاية القصة، لأني كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي لتتمة القصة ديالنا. كونوا في الموعد، وشكرا للمتابعة، شكرا للاستماع، إلى فيديو مقبل إن شاء الله. قصص مع حنان.